بس عشان في اطعمه تانية كتير عشان اقدر اكمل. بس مبدئيا الجوافه طعمها جميل قوي. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد على قناه حسن هاشم وانا حسن هاشم. النهارده بقى يا جماعه كل الناس عماله تتكلم على سانتوب سانتوب، عصير سانتوب، عصير سانتوب، عصير سانتوب. الناس كلها يعني بتتكلم عنه. فقلت بقى لما اجيب العصير ده واجربه واقول لكم رايي فيه ايه، والدنيا فيه عامله ايه، وطعمه عامل ازاي، والكواليتي بتاعه عالي ولا لا. مبدئيا يا جماعه سعر اي واحد فيهم من دول 10 جنيه. انا جايب لكم النهارده الست اطعمه اللي نازلين. تمام. فاضل لي طعم واحد، ده بطعم التوت المشكل تقريبا، ده ما لقيتوش، بس لا انا لقيت الست اطعمه دول المتواجدين معانا. اول طعم معانا فواكه مشكله. تمام. ومعانا مانجا، مانجا الفونسو. تمام. ومعانا اناناس. تمام. ومعانا بطعم التفاح، ومعانا بطعم البرتقال، برتقان، ومعانا بطعم الجوافه. نجرب بقى يا جماعه الست اطعمه دول ونشوف بقى سانتوب هل فعلا جامد قوي زي ما الناس بتقول، وفعلا يستحق 10 جنيه. لان في عصاير كتير زي ما انتم عارفين في نفس الحجم وسعرها اقل. فعايزين نشوف بقى ايه اللي مغلي سانتوب ده، وايه فرق السعر ده، وعايزين نعرف هل فعلا فرق السعر ده فيه طعم حلو. يلا بينا نجرب. وقبل ما نجرب يا جماعه ما تنسوش ازازه الميه بتاعت كل مره، دي معانا في كل فيديو. نبتدي كده بقى يا جماعه نشوف نرص كده الاطعمه. تمام. ونبتدي بقى نشوف كده اول حاجه معانا هنجربها. هنجرب معانا كده الجوافه. ده يا جماعه سانتوب جوافه، ده سعره 10 جنيه. يلا بينا نبدا ونقول بسم الله. لما نشوف هل فعلا يستحق 10 جنيه ولا لا. يعني يستحق فعلا ان هو يتجاب ب 10 جنيه ولا لا. بسم الله، بسم الله، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه معانا متنسوش يا جماعه قبل ما نبتدي الفيديو، قبل ما ادوق العصاير، اللايك الجميل، واللي مش مشترك يشترك، وتفعيل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد احنا بنعمله. ولو في فيديوهات او حاجات او منتجات عايزين نعملها، يا ريت بعد اذنكم تكتبوا لي في التعليقات احنا عايزينك يا حسن تعمل لنا فيديو عن كذا. تمام. هتلاقوه باذن الله الحلقه اللي بعدها. يلا بينا يلا بينا. اول طعم معانا ده الجوافه. هنقول بسم الله كده. لا حلو، طعمه حلو فعلا يا جماعه. اول طعم معانا الجوافه، بصراحه مش عايز اسيبه. لا فعلا طعمه حلو. تمام. هتلاقوه باذن الله الحلقه اللي بعدها. يلا بينا يلا بينا. اول طعم معانا ده الجوافه. هنقول بسم الله كده. لا حلو، طعمه حلو فعلا يا جماعه. اول طعم معانا الجوافه، بصراحه مش عايز اسيبه. لا فعلا طعمه حلو. مش عايز اخلصه عشان في اطعمه تانية كتير عشان اقدر اكمل. بس مبدئيا الجوافه طعمها جميل قوي، يعني مبشر يعني ان هو فعلا حلو. تاني طعم بقى معانا يا جماعه ده برتقان. ده بردك سعره 10 جنيه. زي ما قلت لكم في اول الحلقه ان كل الاطعمه سعر واحد 10 جنيه. انا بس فاضل لي طعم واحد لازم اجيبه، ده توت مشكل تقريبا، حاجه زي كده، حد قال لي عليه بس ما لقيتهوش. نجرب كده يا جماعه، نهزه هزتين كده ونجرب ونشوف ده تعمل كده البرتقان. بسم الله. انا بقول رايي بما يرضي الله. بصوا يا جماعه، مبدئيا البرتقان حلو في الاول، لما تستطعم بقى شويه تلاقي فيه سنه مرار كده. معرفش بقى عشان هو طبيعي فبيتعصر بالقشره بتاعته، او هو مثلا عشان بيتعصر بالقشره البيضه فمدي طعم المرار. لانه زي ما انتم عارفين ان القشره لما بيتحط في البرتقال قشره لما بيجي يتعصر بيدي شويه مرار، فتقريبا هو عشان طبيعي في سنه مرار. بس هو برتقان برتقان يعني مفيهوش كلام، طبيعي طبيعي. وهم بعدين وهم كاتبين على فكره، كاتبين على العبوه نكهات طبيعيه بدون الوان اصطناعيه وبدون مواد اصطناعيه. يعني هو بيقول لك بدون مواد اصطناعيه، ما فيهوش اي مواد صناعيه. هو بيقول لك ده طبيعي. بردك طعمه حلو جدا.
شكلهم كده يا جماعه يستحقوا فعلا ان هو يبقى ب 10 جنيه، لان فعلا الكواليتي بتاعه عالي جدا وطعمه حلو قوي. تالت طعم معانا بقى ده التفاح، ده بردك سعره 10 جنيه. نجرب كده ونشوف. انا التفاح اكتر حاجه بحبها في التفاح، اكتر عصير بيعجبني في التفاح الصراحه اللي هو البيست، مع انه ارخص عصير، بس طعم البيست بصراحه بيعجبني قوي، او انا متعود عليه. معرفش انتوا بقى بتحبوا عصاير ايه، اكتبوا لي في الكومنتات يعني ايه العصير اللي انتوا بتحبوه، بس انا بحب في التفاح بالذات البيست. هجرب كده وهقيم. ده كده يا جماعه تفاح. ايه ده يا جماعه، ده هيغطي على البيست ولا ايه؟ طعمه جامد قوي، تفاح مفهوش كلام يا جماعه. لا فعلا كواليتي عالي وجوده عاليه قوي، بجد انصحكم تجربوه. سان توب ده يا جماعه فعلا يستحق ال 10 جنيه. انا بتكلم بما يرضي الله، والله العظيم طعمه حلو قوي، احلى بكتير من بيست كمان. لا يعجبكم قوي، لازم تجربوه. ده كده تالت طعم معانا. نخش على، انا تعبت من كتر العصير، حاسس ان انا مش عارف، حاسس ان انا هطلع عصير من بقي، حاسس ان انا هطلع عصير. ده يا جماعه رابع طعم معانا، ده طعم الاناناس، ده سعره 10 جنيه بردك. مش قادر يا جدعان. بسم الله الرحمن الرحيم. هو غالبا يا جدعان السان توب ده فعلا ليه حق الناس تشكر فيه، لان فعلا توب التوب، العصير فعلا حلو. مفيش طعم لحد دلوقتي دقته ما عجبنيش. الاناناس بردك على وضعه. تقييمي في الاخر هقوله، بس هو باين اصلا من اول الفيديو. تقييم يعني 10 من 10، مش مستاهل يا جماعه. ده بطعم المانجا الالفونسو، ده ب 10 جنيه. نجرب كده. ده كده يا جماعه خامس طعم معانا، خامس طعم معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. ده كده المانجا الالفونسو، ده شكله عشان لو عايزين تجيبوه، طبعا هو معروف يعني. انا ماليش في المانجا قوي اصلا، بس بردك طعم المانجا قوي، طعمه بيجيبوا الطعم بالظبط، وهما بيقولوا ان هو الطعم طبيعي 100%، وبيقول لك نسبة عالية من فيتامين سي على كل العلب. فيا جماعة هما مش حاطين فيه اي حاجة صناعية. ده حتى لو هتشربيه الطفل عندك او اطفال بردك ده حلو، لان هو بيقول لك ما فيهوش اي مواد صناعية، ما فيهوش اي الوان صناعية. فده بردك لو هتشربيه لحد صغير مفيد جدا، مش هيبقى فيه اي حاجة. ده كده المانجا معانا يا جماعه، طعمه بردك تحفه. اخر طعم بقى معانا ده فواكه مشكله، فواكه مشكله يعني كوكتيل يعني. ده سعره بردك 10 جنيه. يلا بينا كده نجرب ونشوف. بسم الله. اخر طعم معانا، وده كده يا جماعه ده الطعم السادس. هيبقى كده فاضل لنا طعم واحد انا ما جبتوش، اللي هو بالتوت المشكل ده، ما لقيتوش. ده كده اوه حطيتها غلط فنزلت، مش مشكله مش مشكله. هنجرب كده. جميله، فواكه حلوه قوي. لا يعجبكم يا جماعه، هيعجبكم قوي الكوكتيل ده. الفواكه المشكله ده الشكل بتاعه ده هيعجبكم قوي. عامه كل الاطعمه يا جماعه جميله جدا، انصحكم بيها. اطعمه تحفه قوي 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 من سان توب. فاهمني؟ عصير فعلا يستحق ال 10 جنيه، وانا برشحه لكم يا جماعه، يا ريت تجربوه، هيعجبكم قوي قوي قوي. وبكده يا جماعه يكون حلقتنا خلصت. تقييمي 10 من 10 للعصير ده سان توب، كل الاطعمه بتاعته جميله ويستحق ال 10 جنيه. لو عايزين تجربوه جربوه على ضمانتي، هيعجبكم جدا. ما تنسوش يا جماعه تعملوا اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد. وزي ما قلت لكم اكتبوا في الكومنتات ايه الفيديوهات اللي انتوا عايزينها، وايه المنتجات اللي انتوا عايزين تجربوها، وانا هعملها لكم من عينيا الاتنين. وقبل ما اقفل الفيديو يا جماعه ما ننساش بق الميه الجميل، واقول لكم باي باي يا احلى ناس في الدنيا. باي.